بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد نبي الأمية وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين في كل زمان وكل حين. أسعد الله مساءكم بكل الخير والحب والرضا. نتكلم سريعا عن المباراة اللي لسه منتهية من لحظات، مباراة إنبي والأهلي. مباراة حلوة، محدش هيقول حاجة، مباراة جميلة. الشوط الأول الأهلي ما كانش فيه مستواه، وخصوصا شريف. احنا عندنا الحتة القدام دي محتاجة ترميم سريع. شريف أنقذ إنبي في الشوط الأولاني من هدفين، هزيمة بهدفين من الآخر، واحنا معاه وبندعمه، بس احنا لازم نحط عينينا ونشاور على التقصير، والحتة دي محتاجة كذا والحتة دي محتاجة كذا، يا إما ما نتكلمش خالص. المهم جاء الأهلي من بعيد في الشوط الثاني، وكالعادة دايما الأهلي بيجي في الشوط الثاني، لعب واستحواذ وتمريرات وأنغام وألحان وسيمفونية رائعة من السولية النهاردة عمل أداء رائع جدا، بيعزف، بيوصل ده وبيوصل ده وبيوصل ده، شغل عالي وشغل وشغل بدني، يعني الراجل واقف على رجليه بسم الله ما شاء الله. ربنا يكفيه من شر المؤذي وعين الحاسد، يا رب يكفيه شر الإصابات. السولية أبو ليلى، احنا كلنا كأهلوية أنا شخصيا مبسوط جدا لعودة السولية لمستواه، وأصبح أحسن من الأول كمان، وعقبال بقية اللعيبة وعلى رأسهم شريف. النهاردة فوز مستحق وعن جدارة، استحقاق. في الشوط الثاني 10/10، بس برضو كولر تغييراته متأخرة إلى حد ما، يعني المطلوب يعطي فرص. انت يعني ضمننا المباراة، ندي فرص بقى ربع ساعة وثلث ساعة ونص ساعة ممكن، بس شابوه لكل لعيبه. وحسين الشحات بذل مجهود كبير جدا، كله النهارده 10/10، هدفين، الجونين مزيكا يا عم. التمريره بتاع السوليه وقفشه بهدوء بترقيصه البلعوطي وحطها 10/10، جون يتدرس. جون لو واحد غير قفشه كان استعجل وراح وجه وخبط لا، الواد عاقل، وقفشه دايما دماغه شغال، بس هو محتاج بدني شويه. قفشه لو عنده حته البدني يعني جامد، يبقى هيفرق معاه كتير قوي. بس جون يكيف، جون 10/10. تعالى بقى عشان نتكلم عن ديانج والقطر المالي والدبابه الماليه وكل الاسلحه اللي موجوده في مالي. الواد خد الكرة من نص الملعب وهات الحق يا عم، امسك يا عم، ما فيش حد، شق طريقه وهدفه يعني هو مصمم، هو رايح للحته دي خلاص، لا بص يمين ولا بص شمال، وشه في الارض وسارح والدنيا بتمسك فيه من ورا، ما حدش لاحق. القطر ماشي، اوعى القطر يا عم الحاج، وخدها ووداها في السوكه، زي فكرني بضربه الجزاء بتاع الواد جاي، الله يمسيه بالخير، لما كنا بنلعب في السعوديه او في كاس العالم للانديه، لما ضربه الجزاء على شمال ولا فوق في الزاويه في عش العصافير. ديانج عملها النهارده، ضربه جزاء النهارده، مش هدف، ده ضربه جزاء من الضربات الجزاء اللي بتكيف، اللي بتعلم مع الناس. هدف رائع النهارده، الهدفين يعني غطوا على الاداء بتاع الشوط الاول. بجد انا شخصيا مبسوط بالاداء النهارده، وقلتها كتبت قبل الماتش، اللي ابو الكباتن كله بركه الحمد لله. كتبت وقلت هنرجع مجبورين الخاطر ومنصورين، ومعانا الثلاث نقط مهمين وهنتصدر صداره يا عم الحاج. نستني بقى نشوف بقى الجماعه هيعملوا ايه، اما نشوف الجماعه يعملوا ايه النهارده مع الداخليه تقريبا. ربنا يسهل يا رب، ادعوا معايا،
ربنا يكرم الداخليه، يلا يكرم اي حد بقى، يا تعادل يا تروح الناحيه الثانيه. يا رب بحق جاه النبي محمد حبيبك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده فوز عظيم ومهم، وثلاث نقط مهمين جدا جدا. اداء شوط تاني رائع، الثلاث نقط مهمين في الوقت ده. وبعدين انبي مش فرقه سهله، انبي مش فرقه سهله، كانت ماسكه كوره برضه، لازم نقول اللي لينا واللي علينا. كانت ماسكه كوره وهددتنا في كم هجمه، كان لهم كم هجمه كانت خطيره، كان ممكن يسجلوا. محمود متولي شغال زي الفل، هاني بسم الله ما شاء الله. كل ما بندعم في هاني كل ما مستواه بيعلى. كل ما بندعم ونكون في ظهر اللعيبه ومساندين للعيبه مستواهم بيعلى ان شاء الله. وكل ماتش هيعلى عن ماتش تاني باذنك انت يا رب. مبروك لكل الاهلاويه الجدعان في اي حته وفي اي مكان، الصغير والكبير، مبروك للجميع. فوز مهم وتصدر مهم. اوعى تكلمني ولا تيجي ناحيتي ولا تبص لي ولا تسال علي ولا عايز منك حتى السلام. انا قاعد فوق مرتاح ومتظبط مية مية. انت بقى مع نفسك عيش حياتك بقى، عافر بقى. كل ما انا اجيب 3 نقط عافر ورايا بقى واجر ورايا زي ما انت عايز. تمام. كلام للزناطير، ما حدش يكلمني ولا يجي ناحيتي. الف 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 مليون مبروك لكل الاهلاويه وللفريق وللعيبه والجهاز الفني وللاداره والكل كبير وصغير في النادي الاهلي ومشجع النادي الاهلي. الف مبروك. ما تنسوش يا جماعه، اذا المحتوى عجبك لايك وتعليق بالذهبيه وتروح تشترك في القناه وتكون على راسي وتشرفني، والتعليق بالنجوم الذهبيه. النجوم الذهب مش خساره فيه، وانتم ناس كرمه واحنا بنستاهل، ابو كباتن بيستاهل. ما تنسوش الاهلي اهو، الاهلي اهو في كل حته، رزق ونعمه كبيره، ربنا يزيدها نعمه ويحفظها من سوء. سلام.